يا صباح الجمال. الجو برد، محتاجين حاجة تدفي. للناس اللي ما بيحبوش العدس هنعمل النهارده نابت جميل قوي، اكله مصريه اصيله جميله جدا وطعمها حلو قوي. وهنعملها النهارده بطريقه سهله ونكهه وطعم وشكل مفيش اجمل من كده. على بركة الله كده هنبدأ. انا عندي هنا كيلو نابت انا شارياه من بره. ممكن لو انت عايزه تجهزيه عندك في البيت تمام جدا جهزيه، لكن انا هنا اشتريته جاهز على طول. في هنا حبات كده لونها بني، انا هرميها وهنضفه من الحبات دي، وبعدين هغسله كويس وارفعه على النار. هضيف له حوالي كوبايتين كبار ميه واسيبه يستوي على النار. هو مش بياخد معايا وقت خالص، بالظبط ربع ساعة او تلت ساعة بيكون مستوي. هنشوف هنا النهاردة ان شاء الله انا هعمله ازاي، وباذن الله هيعجبكم جدا. ويلا اشتركوا في القناة وشير ولايك لكل اللي بتحبوهم. هضيف على النبت هنا نص الحلة مية واسيبه يغلي على النار، وهنشوف هنضيف له ايه. انا عندي هنا بصلاية مقطعة او 2 بصلة، ومعلقة فلفل اسود ومعلقة كركم، وعندي كمان حبة فصوص توم مقطعين. دول هسيبهم يغلوا معاه ويستووا معاه. في الوقت ده انا هجهز الخلطة اللي هضيفها على النبت. الخلطة عبارة عن معلقة سمنة كبيرة او معلقة دهن اللي يعجبكم، وهضيف عليها معلقة توم مفروم او مقطع، وبصلة كبيرة مقطعة مكعبات. وهبدأ هنا احمرهم في السمنة لحد ما البصلة عندي تاخد لون ذهبي كده جميل. وبعدين هضيف عليهم حوالي 3 حبات طماطم. انا كانت الكهرباء قطعه فاستخدمت طماطم عندي من الفريزر، وهعمل لكم فيديو قريب ان شاء الله ازاي اخزن الطماطم وتبقى شكلها جميل واحمر بالشكل ده. هضيف على التقليه معلقه ملح ومعلقه فلفل اسود واستنى لحد ما تتسبك. شايفين ما شاء الله لونها جميله ازاي، هي طبعا سبكت بسرعه قوي. هضيفها بقى على النابت، هو خلاص استوى. شايفين لونه ما شاء الله مع حبة الكركم ومع الفلفل الاسود جميل قوي، وخلاص استوى جدا. هو ما بياخدش وقت. هضيف الخلطة عليه خلاص، وهنا لقيت ان الشوربة بتاعته قليلة فضفت كمان كوباية مية وهسيبه يغلي. واول ما يغلي خلاص كده هو استوى وجهز معايا. هطفي عليه النار. ما اقولكوش الريحة عاملة ازاي، جميلة جدا. كده هو خلاص جهز عندي. هبدأ اجهز الفتة. في بولة عندي كبيرة عيش ملدن هكسره وهعمل فتة جميلة قوي، وهخلي حبة في طبق. ما شاء الله جميلة جدا وطعمها حلو قوي. وعاوزة اقول يا جماعة ان كل 100 جرام فول نابت فيه 110 سعر حراري و18 جرام كربوهيدرات و8 جرام بروتين. فهو بكده بيكون وجبة غذائية جميلة جدا ومفيدة قوي. شايفين شكله ما شاء الله يجوع حقيقي، وريحته جميلة جدا. جربوه وبألف هنا، ويا رب دايما بصحة وعافية. وما تنسوش الاشتراك في قناتي عشان يوصلكم كل جديد.